شنو هو بوجلود؟ واش هو احتفال بالبهجة والبركة ورا العيد؟ واش هو طقس وثني قديم مخبي وسط العادات ديالنا، ولا هو شي فرع عسكرية دمرت عروش وسلاطين؟ حتى واحد ما لقى جواب واحد حقيقي. هاد الظاهرة بحال شي لغز مغربي قديم، كل واحد كيفاش كيفسرو. اليوم غادي نحيدو الأقنعة ونحطو كاع الأوراق على الطابلة، غادي نسافرو بين الحرب، الدين والأسطورة، باش انت اللي تحكم في الآخر شنو هو الأصل الحقيقي لبوجلود. التفسير الاول كيدينا نيشان جبهة القتال. بزاف ديال المؤرخين كيشوفوا ان بوجلود هو تكتيك عسكري قديم. القبائل الامازيغيه قديما في حروب ديالها ضد الرومان او القبائل الاخرى كانت كتستعمل جلود الماعز والاكباش كنوع من التمويه الذكي في الليل، باش يتقربوا من معسكرات العدو بلا ما يعيق بهم حتى واحد. وحتى في العهد الماريني والعلوي بانت رواية شهيرة سنة 1665 ميلادية كتقول أن الطلبة فاش بغاو يصفروها المتمرد المستبد ابن مشعل في نواحي فاس تنكروا في جلود الحيوانات ودخلوا القصر ديالو كفرقة فولكلورية كتنشط الحفل حتى تمكنوا منه وقتلوه ورجعوا لقبيلتهم محتفلين بداك التنكر، ومن هنا ولا الاحتفال سنوي. ولكن إلا سولتي علماء الانثروبولوجيا والثقافة الأمازيغية غادي يقولوا لك حبس، القصة أقدم من الحروب بزاف. هاد التفسير كيرجع بوجلود الجذور وثنية ما قبل الإسلام والمسيحية في شمال إفريقيا. الإنسان القديم كان كيلبس جلود الحيوانات والقرون كطقس فلاحي مرتبط بالانقلاب الشتوي أو الصيفي، كان الهدف هو التقرب من الطبيعة، طرد النحس والأرواح الشريرة، وطلب الخصوبة والنماء للأرض والمواشي. يعني الطقس في الأصل كان صرخة من أجل البقاء والإنتاج الفلاحي. ومع دخول الإسلام للمغرب هاد العادة ما ماتش، بل تكيفت بذكاء عجيب، تحولت من طقس قديم للكرنفال الشعبي كيتزامن مع عيد الأضحى حيث الجلود متوفرة بكثرة. هنا تخلطوا المعتقدات، الناس ولات كتشوف في الضرب بالكرع بركة وتطهير من الأمراض، وفي نفس الوقت ولا بوجلود هو متنفس المجتمع. مور داك القناع والجلد كيموت الخوف والطبقية، الشاب يقدر ينتقد السلطة ويقشب مع أعيان البلاد ويسخر من الطابوهات بلا ما يتعاقب، حيث القناع كيعطيه حصانة كاملة بين رعب المعارك وأسرار الطقوس القديمة وفرحة العيد والبركة. كيبقى بوجلود هو المراية اللي كتعكس التعقيد وتنوع الهوية المغربية، هو ماشي مجرد شطيح، هو كود تاريخي مفقود كل جيل كيقراه بطريقته. ودابا من بعد ما سمعتي كاع هاد الروايات، في نظرك انت شكون هو بوجلود الحقيقي؟ واش المقاوم المتخفي ام ابن الطبيعة الوطني؟